ريحة الخريف دخلت المطبخ. كيك طري وهش وبشهي. قطعت القرعة وأخذت منها ربع وفضيتها من البذور على صينية الفرن نص ساعة على حرارة 180. بعدين فضيتها بالشوكة، هذا لب القرع اللي هو البيوريه. بالخلاط 3 حبات بيض و3/4 كوب زيت نباتي، نص كوب سكر أبيض عادي ورشة فانيلا صغيرة وربع كوب من الدبس تمر أو عنب، معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة زنجبيل ورشة جوز الطيب. بخلطهم لحد ما يتجانسوا، وبجاط كبير بيوريه القرع مع نص كوب من اللبن الرايب أو الزبادي. بخلطهم منيح وبصب خليط البيض وبخلطهم مع بعض بالويسك اليدوية. بعدين رح أنخل فوقهم كوبين طحين ومعلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر. بحرك بالويسك اليدوي بس لتتجانس المكونات. شوي صغيرة من الجوز عين الجمل وبذور القرع كإضافة اختيارية. بقلب بالسباتيولا وبصبها بالقالب المدهون وعلى الفرن على حرارة 170 45 دقيقة على الرف الوسط. بكوب معلقة كبيرة زبدة و4 معالق كبيرة سكر بودرة و3 معالق كبيرة جبنة كريمية ومعلقتين مي. بخلطهم ليصير عندي الفروستنج اللي بشهي. بعد ما تبرد الكيك بقلبها وشوفوا معي هالطراوة والقوام الاسفنجي اللي بياخد العقل. هذا غير ريحتها اللي عبت البيت. قدمتها مع الفروستنج، أطيب نكهة خريف بتعمل لكم إدمان. سلام.